السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم انه من اصغر الحيوانات على وجه الارض الا انه لئيم ومكار جدا، وهو الحيوان الوحيد اللي بيرقص للضحية قبل الموت، انه ابن عرس او العرسة. ما تنخدعش بشكله الطيب الصغير ده، فطوله بيتراوح من 15 ل 35 سم، وبيتحرك بمنتهى الخفة والرشاقة. ده بيقدر يدخل اضيق الجحور بسبب رشاقته، وبيقدر كمان انه يهاجم حيوانات ضعف حجمه بعشرات المرات. والغريب في الموضوع انه مش بيصطاد الفريسة علشان جعان وخلاص، لا، ده ليه اسباب تانية خالص زي الدم، فهو مصاص للدماء، وكمان بيقتل علشان يستمتع بقتل الضحية. يا جبروتك يا اخي. وبيستخدم ابن عرس حركاته البهلوانية علشان يلفت انتباه الفريسة بالحركات دي، واللي بتسمى برقصة ما قبل الموت. واللي بيساعده على الحركات ديت جسمه الرفيع ورشاقته. وبتقدر العرسة انها تحدد المسافة بينها وبين الفريسة بتاعتها، وتبدأ تعمل العرض بتاعها بانها بتقعد تتنطط وتتشقلب على الارض. وفي الحالة دي بتبدأ الفريسة تتفرج عليها وتركز كمان معاها، لحد ما مرة واحدة هوب بتنقض فوق دماغ الفريسة مهما كان حجمها. فموضوع الحجم ده مش بيفرق خالص مع ابن عرس، وبأسنانه الحادة بيغرسهم في أسنان الضحية، ويبدأ يسحب في دم الضحية لحد ما تموت، وبعد كده ياكل دماغ الضحية علشان تديله القوة اللي محتاجها ويسيب باقي الجسم. وبياكل ابن عرس من 40 ل 60 حجم جسمه في اليوم، يعني في حدود 10 وجبات يوميا رغم حجمه الصغير ده. والسبب في كده بيرجع ان جسم العرسة مش بيخزن اي دهون خالص زي باقي الحيوانات، واللي بدوره بيخليها جعانه على طول. ومن اغرب الصفات اللي في حيوان ابن عرس انه بيقدر يغير لون فروته حسب البيئه اللي هو عايش فيها. يعني مثلا لو عايش في الحضر وسط الناس هيكون لونه بني، ولو عايش في بيئه ثلجيه هيكون لون فروته ابيض زي لون التلج. وبيقدر ابن عرس انه يصطاد الطيور والارانب والقوارض والضفادع والديدان. وفي انواع كتير لابن عرس، لان في منها المصري والجبلي وطويل الديل. ويجي هنا بقى السؤال، ايه رايك في الحيل او الرقصه الموت اللي بيستخدمها ابن عرس علشان يضحك على فريسته؟ وهل كنت متوقع ان في حيوان بيفكر بالذكاء ده؟ بس كده اهي سهله اهي. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك عشان يوصلكم كل جديد، والشير كتير عشان المعلومه توصل لكل الناس. كان معاكم احمد اليسري من قناه اهي سهله اهي. سلام.